بالفعل بيهجموا على بطلنا وبيفعل جميع مهاراتهم لإضعاف بطلنا والقضاء عليه. وبيتفاجئ لهيب النار وفريقه من هذا، ووقتها بيتعصب ليه وبيقول لهم بكل غضب: كما توقعت انتم ناويين على شيء. وبالفعل ليو كان متوقع ان في حاجة زي دي هتحصل، لذا كان بيستعد ليكون بأفضل حالاته. ومن اللحظة اللي صعد فيها للسفينة كان بيفعل البركة عشان يرفع قوته لأقصاها، وبعدها بيستعد للهجوم وبيهجم عليهم بقوة ساحقة وبيحاول يخلي مسافة ما بينهم. وبعدها بيقول لهم بكل سخرية: هو الآن جه دوري. وبيفعل تقوية الكي التفريق عشان يزيل كل التأثيرات اللي حاولوا يفعلوها عليه. بس الجميع بيحاصروه من تاني، وبالأخص اللاعب البستاني. ووقتها بيفعل له المقاومة عشان يقاوم مهاراتهم والهندسة المعمارية وحتى المراوغة، ولكنها بلا فائدة. وده بيخليه متوتر جدا ومش عارف يعمل ايه. ولكن فجأة بيظهر اللاعب بسرعة كبيرة وبياخدوا من عندهم بسرعة قبل يتعرضوا للهجوم. وبعدها فريق لهيب النار بيتجمع حواليه عشان يحموه منهم، وبيقول لهم لهيب النار: ماذا تفعلون؟ لو عرف ظل الأرض إنكم كسرتم القواعد كلكم هينتهي أمركم. ولكن بيقوله البستاني بكل سخرية: لا تكن غاضبا، هو مش فرد من العصر الجديد، لذا ازاي هنخترق القواعد لو هاجمناه؟ بالإضافة إننا كنا نلهو فقط معاه، صح يا رفاق؟ بيتعصب لهيب النار من كلامه، ولكنه ماسك نفسه بالعافية. وبعدها بتقعد لاعبة وهي بتقول لهم نتوقف عن هذا، وقربنا على المنطقة المضطربة. بالفعل بيوافق الآخرين على ذلك. ووقتها بينزعج البستاني لأنه كان قريب جدا من هدفه. ووقتها بيفكر ليو إن لازم يكون حذر منهم، وبالأخص اللاعب البستاني والعمز الشارب وقائد برج السما. وبعدها بيشكر وش على إنقاذه. وقتها بيسأله لهيب النار لو كان بخير، بيقوله ليو أيوة. بيقوله هدير الرعد: زي ما أنا هزمت يمكن أن يتم قتلك من لاعبين آخرين. ووقتها بيقول لهم لهيب النار: كنت سخيف جدا لاني فكرت اننا هنعمل معا عشان المنطقة المضطربة صعبة جدا، ولكن لما اتوقع ان ناخدها عراقا قبل الوصول حتى، والان ما اقدرش اثق فيهم. من الان فصاعدا هنعتمد على نفسنا فقط. وبعد فترة بيوصلوا لحافة المنطقة، وبعدها بيقول لهم البستاني: مع ان الاتفاقية لا تمنع قتال بعضنا هنا، ولكن علينا العمل سويا هنا. بيقولوا لهيب النار: انت قصدك ان علي الاختيار بينكم وبين ليو؟ آسف ولكني هختار ليو. ووقتها بيفعل يونج معداته وبيقول لهم لا داعي لهذا، وزيل الأرض عارف إننا مش هنتفق هنا، لذا لم يضيفها في الاتفاق. وبعدها بيغادر الجماعة لداخل الضباب. ووقتها بيفكر ليو زيل الأرض. وبعدها بيخش فريق لهيب النار أيضا. ووقتها بيفكر ليو: معقول السلطة موجودة هنا؟ ويا ترى بأي شكل هتظهر قدامنا؟ طب لو حصلت عليها ازاي هستعملها؟ يا ترى استعملها لإيقاف انهيار عالم يوان؟ وبطلنا كان محتار في الأمر. ووقتها كانوا لسه ماشيين في الضباب، وبيلاحظ ليه إن هو أصبح أكثر كثافة، وبالكاد شايف لاعبي العصر الجديد. وبعدها بيحذرهم لهيب النار إن هم يقربوا منه، ومحدش عارف إيه اللي ورا الضباب. وهنا بيعرفوا منظمة إن هم لديهم 5% من الغشاء، وتم فتح البوابة لما وراء الأبعاد. وده بيخلي الجماعة مصدومين جدا من هذا، وهو قصده إيه؟ ووقتها الأرض بتنشق وبيسكت الجماعة في الشق، وبيوصل ليو لمكان غريب. وبيعرفوا نظام ان هو خرج من عالم يوان واهلا في المكان ما وراء الابعاد. بيتفاجئ ليه من المكان وبيلاحظ جزر في كل مكان. وبيعرفوا نظام ان حماية عالم يوان تم ابطالها، وبيقلل من سماته بصورة كبيرة لدرجة ان ليه بيشعر بالعجز. وبيفكر في حل هذا وازاي يدور على سلطة في وضعه الحالي، حتى وحش ضعيف يمكنه قتله بكل سهولة. وبعدها بيقوله النظام ان هو يسمي المنطقة الخاصة بيه. بيفكر بطلنا معقول قصده على هذه القطعة من الأرض وبيسميها الجزيرة الجليدية. وهنا بيظهر غشاء حماية حواليها، وبيعرفوا إنه لازم يكسب الكثير من القوى الحاسوبية، وده هيقلل من تأثير ما وراء الأبعاد. وهو لديه قوة حاسوبية، وده بيرجع الهندسة المعمارية ليه ويمكنه تغيير قواعد الجزيرة. بيتفاجئ ليو: إذا هو ده الحاجز اللي بيقولوا عنه الغشاء اللي بيحظر ما وراء الأبعاد؟ ونواتي هي مجرد نبتة بصحة 100 نقطة، إنها ضعيفة جدا ومربوطة بحياتي. طب ازاي يمكن الحصول على القوة الحسابية للتركية؟ وهنا بيظهر الوحش من الخاتم وبياكل النبتة وبيندمج معاها، وده بيخلي بطننا مصدوم جدا وبيقول له بكل غضب: انت عملت ايه؟ وفجأة بيحصل هزة في المكان، وبيلاحظ ان في جزيرة على وشك التحطيم وبيتم تدميرها تماما، وبيسقط بطننا في الارض من تأثير الانفجار. ووقتها بيلاحظ وحش في مركز هذه الجزيرة بياخد القوة الحسابية منها،
وبعدها بيظهر بأعلى صوته لدرجة إنها دمرت جميع الجزر اللي حوالين بطلنا. وبيلاحظ ليو القوة الحاسوبية في كل مكان، ومن هنا بيعرف إن يمكنه الحصول على القوة الحسابية لما يهاجم الجزر الأخرى. ووقتها بياخد الوحش كل القوة الحسابية، وبعدها بيرجع للجزيرة بتاعته وبيطورها، وده بيخلي الوحش متحمس جدا وبيطير على الجزيرة التانية لتدميرها. ووقتها بيعرف ليون الأفعى اندمجت مع النبتة عشان يقوي الجزيرة، وإلا لكان الوحش دمرها بزيره بالفعل، وبيشكر الأفعى على ذلك. ولكن بتقوله الأفعى لسه الوقت باكر على شكري، وقوتي هنا محدودة وانت أقوى مني بكثير، وأنا أصبحت مركز منطقتك والخيار الوحيد هو الترقية. بيتفاجئ ليون الأفعى لا يمكنها مساعدته هنا، ولكن بتقوله الأفعى يمكن مساعدتك بس لو كان لديك قوة حسابية كافية عشان أكون قادرة على تحرير قوتي لبعض الوقت. لذا السر هنا هو القوة الحسابية، ويمكنها ترقية منطقتك والذهاب لهذا المكان. بيقول لها ليو ذلك المكان؟ انت قصدك انك هنا عشان تذهب للقرى المضيئة؟ بتقوله الأفعى ايوه انت محق. بيفكر ليو وبيعرف ان صوته مخبأة هناك، ولكن لازم ادمر الجزر التانية عشان القوة الحسابية وتركية المنطقة للذهاب هناك. بس هو ايه اللي حصل للهيب النار والآخرين؟ وبيحاول يعرف مكانهم من الخريطة، ولكن بيقوله نظام الخريطة معطلة. ووقتها بالليل اللاعب العمز والشارب بيراقب ليو وبيكلم الآخرين وبيعرفهم ان هو شاف ليو. ووقتها بيكلم ليو الفريق على الشات، ووقتها كان بيسألهم لهيب النار عن مكانهم، بس كل واحد مش عارف مكانه بالظبط، وهدفهم الوحيد هو الوصول للقرى المضيئة. وده معناه ان هو يعتمد على نفسه فقط وبيقرر الحصول على القوة الحسابية للترقية والذهاب للمنطقة المضيئة. ولكن المشكلة ان قوته الحالية ضعيفة جدا عشان يقدر يدمر الجزر الاخرى، ولكنه بعدها بيخرج البندول وبيفكر في الهجوم على الجزر الاخرى وهو على الجزيرة الخاصة به. ولكن هو ده هيكون سهل، ولكن مفيش حل تاني. ومع قوتي الحالية ومهاراتي، مع ان قوتي هي حوالي 11% فقط، ولكن لسه قادر على التحرك بحرية، وده يستحق التجربة. وبعدها بيسأل الأفعى لو كان يمكنه التحكم في المنطقة والتحرك. بتقوله الأفعى أيوة، فبيقولها ليه بالاقتراب لعند المناطق الصغيرة. وبالفعل بيذهب لعند جزيرة وحارسها هو وحش بالمستوى ال80، وبجانبه شجرة صغيرة واللي هي مركز الجزيرة. ووقتها بيقوله الأفعى إن هو لو قدر يدمر المركز وكأنه دمر المنطقة بالكامل، وهنا يستعد بطلنا وبيرفع قوته لأقصاها. وبيعرفوا النظام إن قوته وصلت لأقصى حد من قوة منطقته. وبعدها بيشوف سماته وبيلاقي انها ارتفعت بمقدار 100 لكل سمة، وهنا بيستعد وبيهجم على المركز وبعدها بيتم تدمير المنطقة. وده بيخلي بطلنا فرحان وبيقول للأفعى بالذهاب لهناك للحصول على القوة الحاسوبية. ولكن بيقوله الأفعى ان هو مش هيقدر يقرب منها اكثر لان حواليها حاجز، وده معناه ان هو لازم يذهب بنفسه لاخدها. وبيفكر في طريقة للذهاب هناك من غير ما يتأثر بضغط ما وراء الأبعاد، وبيقرر استعمال الهندسة المعمارية مع ان لا يمكنه استعمالها الا مرة واحدة فقط، ولكن ما عندوش حل تاني. وبالفعل بيذهب لهناك بسرعة وبياخد القوة الحاسوبية، وبيتفاجئ انه يمكنه ان تفعيل الهندسة المعمارية تاني. وبعدها بيرجع للمنطقة بسرعة وبيعرفوا النظام للجزيرة في المستوى الأول، ولازم يجمع 10 نقاط من القوة الحاسوبية عشان يرتقي للمستوى التاني، وده هيساعده في نقله من الطابق الأول إلى الطابق التاني. وده بيخلي بطلنا متحمس جدا وبينطلق على اللي بعده وبيدمر الجزيرة ورا التانية. وبيلاحظ ان كل المناطق اللي دمرها وحوشها كانوا من نوع طوله فقط، وفي كل مرة قتل واحد منهم كراهية ينجز بتزيد، وكأنه هيظهر بعد قتل كمية محددة من طوله، وعليه التفكير في طريقة للتعامل معه قبل ما يظهر. وقتها قرر المنطقة للمستوى التاني، وبعدها بيكلم الأفعى وبيقول لها كوني صديقة ولو مرة واحدة. ولما أخدتك من الزنزانة قلت إنك عايز تذهبي لهنا، ودلوقتي بتقولي إنك عايز تذهبي للكرة الضوئية. أنت عايز إيه من هناك بالظبط؟ إلى ما تسعين؟ بتسكت الأفعى بعد سماع كلامه، وبعدها بتعرفوا إن هدفه هو قيادته حتى يصل لمركز تحكم الأغشية الرقمية واللي هي الكرة المضيئة يا صديقي. بيفكر ليو مركز تحكم الأغشية الرقمية، معقول إنها السلطة اللي ذكرها زعيم طائفة العصر الجديد؟ وبعدها بيقول لها ازاي تعرفين كل هذا؟ انت مش كنت في زنزانة كل الوقت. بتقوله الأفعى يمكنك عدم الوثوق في كلامي، ولكني عارفة ان هدفك هناك ايضا وبعثتك للوصول لهناك. بيفكر ليو في كلامها، وبعدها بيسألها لو كانت عارفة عن العالم الحقيقي، ولكنها بتقوله انها مش فاهمة قصده. بيقول لها ليو قصدي انت عارفة عن عالم الألعاب هذا؟ ولكن الأفعى مستغربة من كلامه وبتقول انت بتكلم نفسك، انا مش سامع اي حاجة منك. بيتفاجئ ليو مش قادرة تسمعني؟ احتمال عالم يوان يحظر الكلام. فبيقول لها كلا لا شيء، ولانك قلت انك هتساعديني فانا. وفجأة بيظهر ظل عملاق لشجرة وبيتفاجئ ليو
وبتعرفوا الأفعى إن في وحش عالي المستوى بيقرب منهم. بيقول لها ليو إنه ينجزاو، وحسب إشارات النظام بعد ما استمرت في قتل تولو شكيت إن هو زعيمهم. بتقوله الأفعى يعني توقعت أن نقاتل، ولكن بيقول لها لما أتوقع أن نقاتل الآن. بتقوله عندك خطة؟ بيقول لها مش عارف مستوى قوته حتى إزاي أخطط، ولو كانت قوته زي الغوريلا اللي في السابق فأكيد انتهى أمرنا. ولكنه بيفكر في طريقة، وبعدها بيسألها لو كان يعتمد عليها مع إنك ساعدتيني مؤخرا، ولكني أشعر إنك تخفين شيء عني، ولكن ما عنديش خيار تاني. ووقتها الجزيرتين بيخبطوا في بعض وبيظهر قدام ليو الزعيم ينجزان، ووقتها بيعرفوا النظام إن غشاء الجزيرتين يندمجوا معا، وده قلل تقسيم ما وراء الأبعاد بأكثر من 30%. وده بيرفع من قوة الأفعى ويصبح ضخما، وده بيخلي الوحش متفاجئ من ضخامته. ووقتها بتكلم الأفعى ليو وبتقول إنها هتفضل هنا وتشغل الزعيم وينتزع ودمر مركز الجزيرة. ووقتها بيتعصب الوحش منهم وبيزقر فيهم. ووقتها بتقول لبطلنا لو كنت قلق إني مش قادر على صده فسأهرب وأتركه معك، أنا معك مهما كلف الأمر، إذا يمكنك الوثوق بي. بالفعل بيشغله الثعبان وبيقفز ليو على الجزيرة التانية. ووقتها بيعرفوا النظام اللي الأفعى تتعرض للهجوم وصحتها مستمرة في النقصان. ووقتها بتسلق بطلنا الجزيرة وهدفه هو تدمير المركز بسرعة، ولا رحلته هتنتهي هنا ويرجع للمدينة. بالفعل بيوصل للجزيرة ووقتها بيلاقي معركة شرسة على منطقته، وده بيخليه يحاول ينهي الأمر بسرعة. وبالفعل بيوصل للمركز وبيتفاجئ من ضخامة المركز، وبعدها بيتأكد إن المكان آمن. وبيتفاجئ ليو إن ينجزان ترك المركز من غير أي حراسة وبيستعد عشان يمتص القوى الحاسوبية. ولكن بيقوله النظام اللي المركز مرتبط بينجزان ولازم يقتل ينجزان أولا وإلا مستحيل عليه تدمير المركز. بيتفاجئ ليو لا يمكن تدميره، عشان كده تركها من غير دفاع. ولكن ازاي هدمرها والأفعى تفقد صحتها بسرعة كبيرة، فبيحاول يدمرها بالقوة ولكنها محاصرة قدام جميع الهجمات. فبيحاول تاني ولكن بلا فائدة، وكده مفيش حل غير هزيمته، وده بيعمل له صداع. وقتها العمز والشارب كان لسه بيراقبه، وبطنه بيفكر في طريقة تانية ولكن ما عندوش خيار إلا قتال ينجزان، وبيقرر الذهاب لهناك. ولكن بيكلمه العمز والشارب أنت استسلمت بالفعل. بيتفاجئ ليه من وجوده وبيلمع نفسه إن هو لاعب مع مهارة التشتيت، فيا ترى يمكنه تشتيت مركز المكان، ولكن ما عندوش وقت للتفكير ومش عارف قد ايه يمكن الافعى الصمود. بس لو تمكنت مهارة التشتيت من ازالة البركة من المركز لازم اخليه يساعدني. وبعدها بيقول له ليو عرفت انك مختبئ هناك واكيد انت مستني الفرصة حتى وقتل الوحش وتستنى حتى تصبح كلنا ضعيف وساعتها يمكنك التخلص منا سويا. واظن مهارة التشتيت لا تعمل عشان مستواك منخفض، ولا انا عايز تساعدني؟ وانت وقفتني انك فكرت اني هموت ومن غير مساعدتي انت مش قادر على تشتيت بركة الشجرة. وده بيخلي العمز والشارب متوتر جدا، فبيكمل بطلنا كلامه وبيعرض عليه المساعدة وهيساعده في رفع كل سماته عشان يفعل مهارة التشتيت. وليه يعرف من تعبيره ان هو محق